بعد كده مالكو بيقول لديفيس خطابك كان قوي جدا وهدى الجماهير، وديفيس بيقول لمالكو مفيش مصدر تاني للطاقة غير الموجود في الغابة، ولازم نحارب القرود عشان نحافظ على البشر. وديفيس بيقول لمالكو الوقود الموجود معانا مش هيكفي 3 اسابيع، فلازم اعلن الحرب على القرود. راح مالكو طلب من العمدة ان يديله فرصة 3 ايام علشان يروح لسيزر ويعرض عليه الامر. راح العمدة قال له انت مجنون، وفضل مالكو يترجى العمدة انه ياخر قرار الحرب، والعمدة بيديله فرصة 3 ايام زي ما هو طلب، وبعد كده هيبدأ الحرب. والعمدة بيقول له انا هجهز الاسلحة والمعدات ومستني منك الرد. وبعد كده مالكو بيجهز شنطته ومراته بتقول له انت مجنون هتروح للقرود مره تانية. ومالكو بيرد على مراته ويقول لها مفيش حل تاني علشان خاطر اساعد الناس. ومالكو بياخد ابنه معاه عشان بيعرف يشغل مكانات السد. وفي نفس اليوم مالكو بياخد اسرته ويروح الغابه مع مجموعه من الشباب. ولما يوصلوا الغابه مالكو بيطلب منهم ان يفضلوا موجودين في السياره وما ينزلوش منها، ولو ما رجعتش خلال ساعتين خدوا السيارات وارجعوا. وبعد كده مالكو بيدخل الغابه على رجليه وبيكون خايف ومرعوب من اللي ممكن يحصل فيه، ومن سوء حظه المطر يبقى شغال. وهناك بيشوفوا حارس القريه قرد ضخم وشرس. راح نادى بصوت عالي على بقيه القرود اللي شالوا مالكو ودوه عند سيزر. ومالكو القرود فضلت تضرب فيه وكانت عاوزه تتقضى عليه. بعد كده سيزر بيجي ويمنع القرود، ومالكو بيقول له سيزر لازم اوريك حاجه مهمه، ويفضل يترجاه عشان يجي معاه. وفعلا سيزر بيروح معاه لحد سد الميه. وبعد كده دخلوا السد، ومالكو بدا يشرح لسيزر عن سبب وجوده في المكان، ويقول له احنا محتاجين نشغل مولدات الكهرباء الموجوده في السد لان الكهرباء هتتقطع على المدينه وفي ناس كتير هتموت. وبعد كده مالكو بيترجى سيزر عشان يوافق وعلشان يمنع الحرب اللي هتقوم. وبيقول له احنا عارفين ان مكان السد موجود في وطنكم، لكن البشر مفيش حل تاني فيتهم. وفي النهايه سيزر بيوافق ان يروحوا يصلحوا السد، لكن بشرط ان يدخلوا الغابه بدون سلاح ويسلموا السلاح الموجود معاهم للقرود. وفعلا مالكو والفريق اللي معاه بيسلموا السلاح والقرود تكسروا. وبعد كده كوبا بيروح عند سيزر ويقول له ليه انت وافقت ان البشر يصلحوا السد؟ وكوبا بيقول له سيزر ان ده الوقت المناسب عشان نهاجم البشر وهم ضعفاء. وبعد كده كوبا بيوريه الاصابات والجروح اللي حصلت من البشر. وبعد كده احنا لو طردناهم هيحاربونا، وانا مش عاوز حرب بيني وبين البشر، وانا عاوز احافظ على كل القرود، ولو حاربناهم في قرود كتير هتموت، ودي فرصه موجوده عشان السلام بيننا وبين البشر، وهنسيبهم يعملوا السد ويمشوا. وكوبا لما شاف سيزر متعاطف مع البشر بدا يهاجم سيزر ويعلي صوته عليه. وسيزر لاحظ ان كوبا عدى حدوده ونسي ان هو القائد، راح اتعصب عليه وكان هيضربه. راح كوبا ركع لسيزر وطلب منه السماح، وبعد كده سيزر بيسامحه. وبالليل سيزر بيروح عند مراته عشان يطمن على المولود الجديد، وهناك شاف مراته مريضه جدا. وبعد كده سيزر بيبعت شويه قرود عشان يراقبوا البشر وهم بيصلحوا السد، وكمان عشان يضمن ان البشر هيمشوا بعد ما يخلصوا. وبعد كده بنشوف كوبا وهو واخد مجموعه من القرود ورايح المدينه عشان يراقب البشر ويعرف اخبارهم. وكوبا بيشوف في المدينه مخزن ضخم للاسلحه، واثناء ما كوبا كان بيتسلل داخل المخزن شافوه 2 من الحرس ورفعوا عليه السلاح وكانوا عاوزين يخلصوا عليه. لكن كوبا شغل دماغه وحاول يضحك عليهم وعمل نفسه عبيط واتنطط قدامهم وطلع لهم لسانه وانه بيدور على اكل. وبعد كده الحرس بيسيبوه يمشي. يروح يجري كوبا يبلغ زمايله باللي شافه،